يعني لو قلت لكم ان ورا الجبل ده في قبيله تانية هتغير عليكم، انتوا هتصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا. ففيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، طلع على جبل الصفا فهتف يا صباحا. العرب كانت لو واحد في مصيبه، حد ضربه، عايز يجمع قبيلته، لان قبيلته دي هي ايه؟ هي دي الوحده الاجتماعيه التي يقاتل بها ويعادي بها وينتصر بها. فيصعد على مكان عالي يسمع فيه وباعلى صوتي فيقول يا صباحا، فحاجه حصلت مصيبه، فالناس تيجي تشوف ايه اللي هيحصل. ولو محدش قادر يقوم يبعت حد مولى عبد رقيق يقول له شوف مين اللي عايز ايه، في حاجه حصلت او كده، قد يكون يستنفر الناس لقتال او كذا. حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا اليه فقال ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ يعني لو قلت لكم ان ورا الجبل ده في قبيله تانية هتغير عليكم، انتوا هتصدقوني؟ في خيل هتغير عليكم. قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اي اني رسول من قبل الله عز وجل، ومن عصاني يعني له عذاب شديد عند الله عز وجل. قال ابو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، اي خسرانا لك، ما جمعتنا الا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يد ابي لهب وتب. وفي روايه البخاري فجعل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، يعني قال يا صباحا، فبدا يجتمع الناس فبدا ينادي بالناس بالبطون، يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو، يعني شوف مين اللي بينادي ده كان عايز ايه او كده. فجاء ابو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا. الروايه يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لهم. طيب في اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عليه الا عدد قليل جدا جدا من قومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول من امن به خديجه من النساء فصدقت بانه هو نبي الله عز وجل. وابنه في الجاهليه سيدنا زيد بن حارثه كان يدعى زيد بن محمد، كان النبي كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعد فتره تبناه. وكانت العرب تتبنى في الجاهليه، ولكن كانت تتبنى وتنسب الى الاب المتبني، فكان يقال لهم زيد بن محمد. فآمن به ابو بكر طبعا من الرجال، وعلي من الصبيان، ومن الموالي زيد بن حارثه، وبعض العبيد مثل بلال بن رباح رضي الله عنه، وسيدنا خباب بن الأرد، وعمار بن ياسر، وامه سيده سميه، وابوه ياسر،